السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ الوصفة دي هتخلي شعرك شعر بنتك حرير بجد، متقولش على عدوك عليها. الوصفة دي بعد تجربتي فعلا السيرم ده فرد وتنعيم وترطيب ولمعان، اقسم بالله بجد هتنبهري جدا بالنتيجة. كل اللي احنا نحتاجه هنجيب زيت فاتشكا زي ده، بزيت الزيتون او جوز الهند زي ما تحبي. اهم حاجه زيت فاتيكان، هو رخيص مش غالي جدا خالص. وهنجيب فازلين وشمعة بتاع الاناره وسرنجة وجاز ابيض او نفط زي ده هنجيبه من عند الموين. طيب هتعملي ايه؟ اللي انت بتقولي ده ما تقلقيش خالص، انا اكيد عامله الوصفه دي مش عشان ارميها، اكيد انا بستخدمها على طول لولادي. هجيب كده شمعة الاناره واحط كده الطبق ده طبعا للتجارب، احط كده اهو الشمعة ايه فيها حتة صغننة كده، مش محتاجين حاجة كبيرة، وانسيحها على النار وارجع لكم. بصوا حبايبي الشمعة هي بتسيح، انا حبيت برضه اوريها لكم. خلاص ايه سيحة تاني، في بقى النار. هنجيب كده اهو وهو سخن بقى هنحط كده معلقة واحدة بس فازلين، احنا مش محتاجين اكتر من معلقة، هو سخن اصلا فيسيح على طول معانا. فازلين ده اصلا بتاع البشرة، فهو مرطب طبيعي، يعني مرطب حلو جدا، بينعم البشرة وهينعم الشعر ويفرده لنا اهو. بص السخونية سيحته معانا. نجيب كده بقى السرنجة، لازم بالسرنجة، لازم تجيب السرنجة زي دي، هنجيبها ونحط كده، نفتح الازازة بتاعتنا. بصوا يا جماعة 3 سنتي بس، مش هناخد اكتر من 3 سنتي. نمسك كده اهو، بصوا ده كده سنتي ونص، لان هي رخمة جدا مش عايزة تطلع معانا. هنحط سنتي ونص، بعد كده نحط سنتي ونص تاني. بصوا هنقلب بقى كده، هو مش هيديكي ريحة خالص مع زيت فاتيكا اهو. جامد معانا على النار تاني. هنسخنه. هنحط بقى كده ده، هننزله كده زيت فاتيكا كده كده بيبقى ناقصه سنة صغيرة. هنمسك بقى كده الكمية دي وهننزلها كده بالراحة او بالسرنجة اهو، شديناها كده عادي بالسرنجة ونفضي كده في الازازة. بجد بصي هتلاحظي الفرق، يعني هو شوية وهيدي زي طبقة دهنية كده، هي دي اللي احنا عايزينها. عايزين يبقى عامل زي السيرم، ميبقاش خفيف. يبقى بصوا الطبقة بتاعته. هنرج بقى طبعا الازازة بعد ما نخلص. جربيه على شعرك، على شعر بنوتك، بجد رهيب. بصي هترجيه بقى كده بالشكل ده، هيبقى عامل زي طبقة الدهن كده، ما تقلقيش منه خالص. هتحطيه على شعرك بجد هتشوفي نعومة وترطيب وفرد شفتيه زيها. بس كده بكل بساطة، وما غيرش من ريحته ولا اي حاجة، بالعكس ريحة فاتيكا اصلا قوية جدا. واحنا عملنا كده طريقة سهلة كده وبسيطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وجربوه وتقولي تعليقاتكم الجميلة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.